السلام عليكم. من الجمل المشهورة جدا اللي عليها جدل كبير في عالم التسويق والمبيعات وإدارة الأعمال هي جملة العميل دايما على حق. يا ترى العميل فعلا دايما على حق ولا لأ؟ ولا العميل ده نتعامل معاه إزاي؟ بص يا سيدي، العميل ده أولا أنت لازم تبقى فاهم إن هو رأس مالك. هو أنت بتفتح مشروع عشان تكسب فلوس، والفلوس بتجيلك من العميل بتاعك. لو العميل ده سابك وراح لمشروع تاني، الفلوس اللي هو جايبها لك هتروح لمشروع تاني، فبالتالي انت هتخسر وغيرك هيكسب. هتقولي بس الرزق على الله. مليون في المية الرزق على الله، وربنا هو اللي باعت لك العملاء دول كأسباب للرزق، فانت ما تقفلهاش بإيدك. لو انت بقى صاحب مشروع وعايز العميل اللي بيجيلك يكون عميل جنتل جدا وراقي جدا واخلاقه عالية ومش عصبي ومش متردد ومش بيكذب ومقتنع باللي انت بتقوله له ومعاه فلوس وبيشتري على طول من غير ما يتكلم كتير، اقفل مشروعك وروح. مفيش عميل في الدنيا، مفيش انسان في الدنيا كامل، فبالتالي انت لو عايز عملاء ملايكة مش هتلاقيهم. لو انت مالكش خلق وما عندكش صبر انك تتعامل مع الناس بعيوبهم، فانت مش هتلاقي حد تتعامل معاه. النقطة التانية بقى اللي لازم تاخد بالك منها، هو انت ببساطة لو ما قدمتش لعميلك تجربة مميزة تريحه وترضيه وتخليه طالع من التعامل معاك مبسوط، هو ببساطة شديدة هيروح يشوف حد تاني بيديله التجربة المميزة دي وبيرضيه، هيسيبك ويروح له. يبقى انت كده لما بتعامل عملائك بطريقة سيئة انت بتفيد مين؟ انت بتفيد المنافس بتاعك. اخر حاجة بقى مهمة لازم تركز فيها كويس قوي، عشان احيانا بعض اصحاب الاعمال لما بيسمعوا جملة العميل على حق دي دايما بيستفزوا، بيحسوا ان انت كده انت جاي في مصلحة العميل ضدهم او عليهم. انا بقى عايز اقول للناس دي، هو انت حضرتك بتملك مشروع في كام مجال؟ انت عندك كام مجال شغال فيه يعني كصاحب عمل؟ مجال واحد، اتنين، تلاتة؟ طب انت نفسك عميل عند كام مجال اخر؟ هتلاقي نفسك عميل في 100 مجال مختلف. فانت صاحب عمل في حاجة واحدة وعميل في 1000 حاجة تانية. انت عميل عند السوبر ماركت اللي بتشتري من عنده حاجتك، عميل عند المطعم اللي بتاكل فيه، عميل عند المحل اللي بتشتري منه هدوم، عميل عند شركة المواصلات اللي انت بتركبها او المكان اللي انت بتشتري منه عربيتك، عميل عند المدرسة اللي انت بتدخل فيها عيالك، عميل عند المستشفى بعد الشر عليك اللي انت بتدخلها تتعالج فيها، عميل عند شركة السياحة اللي انت بتتعامل معاها، عميل عند الفندق اللي انت بتقعد فيه، عميل عند الدكتور وعند المحامي وعند المهندس. انت عميل عند مجالات كتير جدا. فلما احنا بنقول العميل دايما على حق، احنا واقفين معاك في كل المجالات دي اللي انت فيها عميل. فلازم تعرف ان جملة العميل دايما على حق هي جملة صحيحة، وما ينفعش صاحب البيزنس يتعامل بأي شكل آخر. ما ينفعش صاحب البيزنس ما يكونش عميله عنده هو الأولوية الأولى. لو عايز تتعلم أكتر عن التسويق وإدارة الأعمال، اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. سلام عليكم.